تخيلي معايا راجل قاعد مع مراته، بيبصلها بعينيه اللي كلها ثقة وحب، وبيسألها سؤال عادي، لكن إحساسه بيقول إنها مش صادقة معاه. يمكن كلمة صغيرة، يمكن تفصيلة مخفية، بس هو جواه صوت بيقوله إن في حاجة غلط. اللحظة دي بالنسبة للزوج مش لحظة عابرة، دي بتفضل محفورة جواه، لأن الكذب في العلاقة مش مجرد كلمة اتقالت. اللحظة دي بالنسبة للراجل مش لحظة بتعدي، دي بتفضل معلمة جوه دماغه. الكذب في الجواز مش كلمة وخلاص، ده زي مسمار صغير في حيطة الثقة، وكل مرة يتكرر المسمار يدخل لجوه أكتر ويعمل شرخة أكبر بكتير. الزوج لما يكتشف إن مراته كذبت عليه بيمر بمشاعر صعبة. أول إحساس عنده إن الثقة اللي بناها سنين راحت في لحظة. بعد كده يبدأ يشك في كل كلمة حتى لو صح، يشك في تصرفاتها ووجوده معاه. وهنا تبدأ الكارثة. العلاقة المبنية على الشك بتتحول من حب وراحة وأمان لمعركة يومية مليانة أسئلة وظنون. الراجل كمان بيحس بجرح كبير في كرامته، بيقول لنفسه: إزاي الإنسانة اللي اخترتها تكون مش صريحة معايا؟ إزاي ضحكت عليا؟ ممكن رد فعله يبان هادي، بس من جوه نار قايدة. تلاقيه بيبعد ويتغير ويبقى ساكت طول الوقت أو عامل فيها بارد. ممكن تلاقيه مركز في كل كلمة وتفصيلة ويدقق فيها قوي، مش عشان هو عايز يبقى شكاك، بس عشان اتقرص من الكذب وما بقاش عارف يثق في حد تاني. الخيبة إن العلاقة بتقلب خناقة نفسية، بيت شكله واقف من بره بس من جوه فاضي على الآخر. الكذب بيهد 3 حاجات مهمين: الأمانة، الصراحة، والاحترام. من غيرهم العلاقة تبقى مركب تايهة ملهاش كبير. الخيبة إن العلاقة بتقلب خناقة نفسية، بيت شكله واقف من بره بس من جوه فاضي على الآخر. الكذب بيهد 3 حاجات مهمة قوي: الأمانة والصدق والاحترام. من غيرهم العلاقة تبقى مركب تايهة ملهاش كبير. خلي بالك، لحظة الكذبة اللي بتقولي فيها مش فارقة ممكن تكون هي اللحظة اللي تبعد حبيبك عنك خالص. ممكن تكون الشرارة اللي توقع بيتكم. كلمة كذبة واحدة ممكن تضيع سنين حب وثقة. في حاجات صغيرة بنفتكرها مش مهمة، بس بتقلب الدنيا فوقاني تحتاني. بصوا بقى، هحكي لكم عن منى، بس الأول اعملوا لايك واشتراك في القناة. منى ست متجوزة وعايشة حياة شكلها مستريح، بيت هادي وجوزها بيحبها، بس جواها كان في حاجات بسيطة مش عارفة تواجهها. منى ست متجوزة وعايشة حياة باين عليها مستقرة، بيت هادي وجوزها بيحبها، بس جواها كان في حاجات بسيطة مش عارفة تواجهها. في يوم صاحبتها رنت عليها وقالت لها: تعالي نقعد عند جارتنا اللي لسه ساكنة جديد. منى اتلجلجت عشان عارفة إن جوزها ما بيحبش اللمة دي، فقررت تقوله إنها رايحة تزور أختها. قالت كدبة بيضة يعني مش هتأثر، بس ما كانتش تعرف إن الكدبة دي هتبقى الشرارة اللي هتبوظ لها حياتها. المفاجأة بقى إن تاني يوم جوزها شاف أختها بالصدفة وسألها: منى كانت عندك امبارح؟ أختها ضحكت وقالت: لأ، ما شفتهاش من زمان. في اللحظة دي قلب الراجل اتقبض، بس ما بصش في وشها، سكت وبقى بيركز، بيقارن مواعيدها بمكالماته، وبيبص على كلامها وعنيها. كل ما تحكي حكاية بيحس إنها بتكذب. الشك فتح 1000 باب في قلبه. منى حست إن جوزها اتغير، كلامه قل، ضحكه قل، وجوده بقى زي الغريب، لكنها ما كانتش عارفة إنه عارف بكذبتها، ولا إن كل مرة بتتكلم جواه صوت بيقول: ممكن تكون بتكذب تاني. الكذبة الصغيرة
قلبت بكابوس بيجري وراها، حياتها اتقلبت جحيم، جوزها ما بقاش هو، الحب برد، الثقة راحت في داهية، البيت اللي كان أمان بقى خنقة وشك وسكات. ممكن تقولي دي حكاية منى، مش حكايتي، بس أي ست ممكن تبقى منى من غير ما تاخد بالها. كدبة صغيرة تفتكرها هتعدي، بس هي اللي بتفتح باب مصايب ما يتقفلش. الراجل ممكن يزعل من كلمة أو يتخانق على تصرف، بس لو حس إنك كدبتي عليه دي تبقى طعنة في قلبه ما بينساهاش. الكذب بيدبح الثقة، ولما الثقة تروح الحب ما يعيش. البيت بيتقلب من أمان لحتة كلها شك ونار. مفيش وجع أوجع من راجل مش مصدقك. خلي بالك من بيتك، خلي بالك من حبك، وخليكي صريحة مهما حصل، عشان تمن الكذب بيبقى أغلى بكتير. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة ولايك عشان يوصل لناس أكتر، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وجودك معايا هو اللي بيخليني أكمل.